نفس القصة تكررت واتكلمت عنها برضو لما السديس إمام الحرم طلع يدعي على من سماهم ممول الإرهاب. يعني أنت ممكن تخدع الناس البسطاء بكلمة إرهاب، لكن الأساليب دي الحقيقة ما تنفعش تتعامل مع اللي خلقك. يعني تقدر تخدع الناس، بس هتقدر تخدع ربنا ازاي؟ وبتخدع ربنا فين؟ ده انت بتخدع ربنا في أقدس بقاع الأرض. يعني موضوع رخيص قوي فعلا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معانا وموعدنا اليومي وحلقاتنا البث المباشر. النهاردة الحقيقة يعني هنتكلم في موضوع مهم قوي. كتير قوي بسمع من الناس انه يعني زيادة عدد الوقت بتاع الانقلاب بيوضح ناس كتير وبيسقط اقنعة كتير. الحقيقة مش بس الانقلاب هو اللي بيسقط اقنعة، لا، يعني الحالة كلها العامة، يعني اللي بيحصل في منطقتنا عامة بيسقط يوميا أقنعة جديدة الحقيقة. يعني ده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، سقوط أحد الأقنعة المهمة جدا اللي الناس كانت بتصدقها واللي الناس كانت بتبكي الحقيقة لما بتسمعها. وهذا القناع الجديد اللي سقط النهاردة هو الشيخ العريفي. هتعرفوا الموضوع حالا، بس خلوني بس اشير الحلقه بسرعه على حسابي الشخصي وعلى عدد من الجروبات اللي الناس بتتابعنا فيها علشان يقدروا يتابعونا هم كمان في نفس الوقت. زي ما قلت لحضراتكم كده، النهارده هنتكلم عن موضوع سقوط العريفي. ليه بقى؟ يعني انا الحقيقه اتكلمت عن العريفي قبل كده، واتكلمت كمان عن عائد القرني، وقلت ان لاحظت ان هم نشروا في توقيتات قريبه قوي صوره لسلمان وابنه، وفي نفس التوقيت تقريبا كتبوا عليها ادعيه. وقلت وقتها يعني قلت ان ربنا يعني سبحانه وتعالى لا يتقبل ادعيه المخابرات، ومش علشان العريفي يعني كتب دعاء املته عليه مخابرات آل سعود يقوم ربنا هيتقبله. نفس القصة تكررت واتكلمت عنها برضو لما السديس إمام الحرم طلع يدعي على من سماهم ممول الإرهاب. يعني أنت ممكن تخدع الناس البسطاء بكلمة إرهاب، لكن الأساليب دي الحقيقة ما تنفعش تتعامل مع اللي خلقك. يعني تقدر تخدع الناس، بس هتقدر تخدع ربنا ازاي؟ وبتخدع ربنا فين؟ ده انت بتخدع ربنا في أقدس بقاع الأرض. يعني موضوع رخيص قوي فعلا يعني. عائد القرني كمان منضم للكتيبة الإعلامية التابعة لآل سلول، وبيطبل لهم وعامل لجان على تويتر، وبيقود حملة اسمها إلا السعودية. العجيب بقى ان كل الدعاة دول اللي كانوا بيبكونا، يعني كانوا بيخلونا نبكي في يوم من الايام، بقوا كلهم بيتكلموا بكلام جاهلي صنمي عن الوطن. ودي الحقيقة يعني مسألة محتاجة علاج عند البسطة. يعني محتاجين ان احنا نعالج موضوع الوطنية والقومجية والحاجات دي كلها عند الناس البسطة. لكن ناس بحجم العريفي اكيد مدركين كويس قوي ان كل اللي بيقولوه ده تضليل، وان هم بيخدعوا الناس. طب نرجع بقى للعريفي واللي كتبه. العريفي الحقيقة كتب 3 تغريدات، كل واحدة فيهم أسوأ من التانية، وكل تغريدة منهم كفيلة بإسقاطه من نظر الجميع. يعني كتب يقول: يا إخوتنا قيادة قطر، تعالوا إلى كلمة سواء، فما زلنا نرجو فيكم الخير، فلا تعينوا الشيطان على أنفسكم ولا يأخذكم في استمراركم بسياسة غير واضحة. طيب هو إيه اللي حصل مرة واحدة يعني؟ يا عريفي الموضوع كله له علاقة بنوايا محمد بن زايد اللي بيحرك المدعو سلمان. يا عريفي الموضوع له علاقة بمهاجمة غزة في المدى القريب وبتقسيم الجزيرة العربية في المدى البعيد. فهل انت قادر على تحمل نتائج اللي انت بتعمله ده قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ وبعدين رجع تاني العريفي كتب تغريدة بيقول فيها: أدعو الإخوة بقيادة قطر لانتهاج سياسة صادقة بتعاملها مع السعودية وكافة الدول، وفتح صفحة جديدة قوامها صدق التعامل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. يعني برضو مش فاهمين، الله، هو مش أمير قطر ده يعني كان لسه مدعو في الرياض في القمة اللي سميتوها إسلامية؟ يعني إيه اللي حصل فجأة؟ ممكن تعرفنا؟ أنا أتحدى إنك أنت شخصيا تكون عارف، لكنك انت بتكتب اللي بتمليه عليك المخابرات.
وبعدين كتب بيقول: أقول لإخوتي وأبنائي لا حياد ضد من يكيد للمملكة التي شرفها الله بمهبط الوحي وقبلة المسلمين، والجهاد بالكلمة دفاعا عن وطننا في المرحلة واجب. يعني هو ربنا شرف المملكة ازاي؟ هو حضرتك ما تعرفش ان آل سلول لصوص وقطاع طرق وعملاء للمخابرات البريطانية عينوهم حكام على الجزيرة العربية؟ يعني الله، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى شرفها بمهبط الوحي اسمها جزيرة العرب، مش المملكة الخصوصي بتاعت أسرة آل مرخان. وبعدين بقى يعني الحقيقة وصل لقمة التطبيل والسقوط، وكتب تغريدة غاية في السقوط، قال فيها: شكر الله لخادم الحرمين ووفقه الله حرصه على جمع شمل الأسر القطرية والسعودية رغم التجاوزات القطرية في مجالات سياسية واجتماعية واستخباراتية. اسمع يا عريفي، لو لم تكن تعرف، لقب خادم الحرمين كان لقب الخليفة العثماني، وبعد إلغاء الخلافة سرق قطاع الطرق من آل مرخان اللقب، فأصبح بالتالي اللقب بتاعه. يا عريفي انت بتدافع عن مجرمين وقطاع طرق وعملاء للمخابرات البريطانية، واحسن واحد فيهم كان بيقف قدام ضابط بريطاني وبيبكي قدامه وكان بيقول له: انت صنعتني من لا شيء. يا عريفي اللي انت بتدافع عنهم دول مهدوا لقيام دولة الاحتلال في فلسطين، وساعدوا على احتلال مقدسات الإسلام وأضروا الإسلام، وصرفوا على قتل المسلمين وعلى مجازر المسلمين في مصر والجزائر وسوريا، وحتى الحوثيين في اليمن اتفق معاهم الهالك عبد الله. يا عريفي سارق الحرمين اللي انت بتتكلم عنه ده دفع الجزية عن يد وهو صاغر لترامب اللي أخذ أموال المسلمين ورجع بيها على أمريكا. يا عريفي ارجع لاعترافات احمد زكي يماني وزير بترول فيصل عشان تعرف ان حتى فيصل كان لعبه في ايد الصهيونيه العالميه وقطع البترول بالامر علشان شركات البترول الكبيره تقدر ترفع الاسعار بذريعه تمثيليه اكتوبر اللي خططتها الصهيونيه العالميه واشرف على اخراجها كيسنجر. يا عريفي اقرا عن دور فيصل في التعاون مع الموساد والمخابرات البريطانيه في حرب اليمن. اقرا عن المقبور فهد واللي عمله في الحرم الشريف، وازاي سمح للقوات الفرنسيه بتدنيس الحرم الشريف، وازاي تم قصفه بالطيارات والدبابات في عهده في وقت حادثه جهيمان العتيبي. يا عريفي انت هتقف قدام ربنا زينا كلنا وهيسالك عن اللي انت بتعمله، فهل انت جاهز؟ يا عريفي اذا كنت مكره فملكش عذر، لأن حامل القرآن والداعية غير الناس العادية. يعني إذا كنت مكره تطلع تقول للناس إنك معتزل الدعوة أو تهاجر على بلد تانية، إنما ما تضللش الناس وتقدم لهم وجهات نظر المخابرات على إنها دين. ولما تقف قدام ربنا يا عريفي مش هتقدر أصلا تبرر اللي أنت بتعمله. يعني لما هتقف قدام ربنا هيسألك إزاي أنت وافقت على حصار المسلمين في قطر. وعلى فكرة يعني حتى لو ما تضرروش من الحصار يكفي انك انت بتدعم قطاع الطرق اللي بيحرضوا عليهم. الحقيقة بقى انا ما بقتش اتضايق ابدا لما قناع من الاقناع بيسقط، انما على العكس، لان كل واحد من المضللين دول بيقدم للناس وجهات نظر المخابرات على انها دين ربنا وبيسمم عقول الناس. فانفضاح اي حد فيهم معناه ان الناس تكشفه على حقيقته وان سمه يتكسر. لكن من الواضح ان المرحله اللي احنا فيها دي زي ما قلت في بدايه الحلقه هي مرحله غربله شديده قوي. علشان كده وختاما للحلقه دي بدعو ربنا سبحانه وتعالى ليا ولكل المسلمين بالثبات على الحق. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أما بقى بالنسبة للشيخ العريفي والشيخ عائد القرني، بجد اللي انتوا بتعملوه ده بقى محزن قوي.
من 24 ساعة بالظبط، وعلى حساب كل واحد فيهم كل واحد نشر صور للخونة الثلاثة، سلمان وابنه ومحمد بن نايف، مع دعاء بالتوفيق. تفتكر يا شيخ عريفي وانت يا شيخ عائض ان ربنا ممكن يستجيب الأدعية المخابراتية دي؟ تفتكر يا شيخ عائض ويا شيخ عريفي ان الناس مش فاهمة؟ تفتكروا اننا مش زعلانين عليكم وعلى المستوى القليل قوي اللي انتوا وصلتوا له؟ يا شيخ عريفي انت ما سمعتش امبارح المجرم العميل عادل الجبير وهو بيعلن موقف آل سعود الرسمي ضد المقاومة الفلسطينية؟ وما قريتش كلام نتنياهو لما قال ان المقاطعة ضد قطر وحدت العرب مع الكيان الصهيوني؟ يا شيخ عريفي الموضوع ما بقاش انك خايف، الموضوع ان كلامك ده بيضلل ملايين بتسمع لك. يعني زي ما دعيت للعميل سلمان وقت القمة اللي ترامب اخد فيها الجزية، يعني انت وحضرتك والشيخ عائض اتمنى ان انتوا تتوبوا لربنا، وهتلاقوا ملايين وراكم بتدعمكم، لان كل الناس اكيد لسه بتحبكم يعني، بس الناس بقت فاهمة وبقت واعية. قولوا كلمة الحق، فهموا الناس حقيقة اللي بيحصل، برئوا نفسكم قدام ربنا لأنكم مسؤولين عن كلامكم ده.